menene wannan? Wannan littafi ne, wannan agashe ne, wannan mota ce, wannan jirgin sama ne, wannan jirgin ƙasa ne, wannan school ce, wannan university ce. مرحبا. كيف تقول ما هذا وهذا كذا 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 بلغة الهوسة؟ menene wannan أو wannan me؟ أوكي، السهلة التي تجدها سهلة ما خذها. menene wannan أو wannan me؟ wannan هذا، أوكي، wannan وهذا، أوكي. في البداية تستخدم للمذكر والمؤنث المفرد wannan، أوكي، لكن في نهاية الجملة يحدد عما إذا كان هذا المفرد مذكر أم مؤنث. أوكي. For example, me wannan أو menene wannan؟ wannan photo ce، ce هي للمفرد المؤنث. أوكي. 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 me wannan paper ce، أغلب الأشياء التي نؤنثها في اللغة العربية أيضا هي مؤنثة في الهوسة. هذه ورقة أو هذا قلم، إلى أن الفرق في البداية كلها في الهوسة نقول wannan، لكن في نهاية الجملة يحدد عما إذا كان مفرد مؤنث أو مفرد مذكر. أوكي. مثلا أوكي، مثلا أيوة، مي wannan كما تنظرون إلى هذه الصورة، الموز مثلا، مي wannan banana ne، me wannan banana ne. What's this? This is banana. Okay. طيب، الطماطم وهي مؤنثة في الهوسة. أوكي. فأقول me wannan tomato ce، هي نفسها ce التي نستخدمها لتشاينا. أوكي. إذا المذكر الموز أقول ماذا؟ أقول مثلا me wannan banana ne، هذا banana مفرد مذكر. me wannan tomato ce مفرد مؤنث. أوكي.